ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقه سهله وبسيطه وخفيفه خالص، وهنعمل جنبه طماطم مخلله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ايه رايكم في المنظر الحلو ده الاول كده؟ بصوا الجمال، حاجه تحفه بجد. دلوقتي معانا كده قرنبيطه اهي، بتفصصيها، هي بتبقى متفصصه كده، تحاولي تقطعيها وتفصليها كلها عن بعض كده بالطريقه دي. ومعانا خضره شبت وكزبره وبقدونس، وحوالي مثلا هناخد حوالي 5 6 معالق دقيق كده، وحوالي 7 8 بيضات. معانا حله على النار اهي، هنسلق فيها القرنبيط. اهم حاجه وانت بتسلقي القرنبيط الحته بتاعته دي لازم هتحطيها هي في الميه علشان تستوي. والميه دي فيها نص معلقه كمون ومعلقه ملح، وهنسيبه على النار يتسلق كده. وهنعمل دلوقتي الخلطه بتاعه القرنبيط. معانا 5 6 معالق دقيق كده كبار من بتوع الاكل، ومعلقه نشا او نص معلقه نشا كفايه قوي معاكي، هتخلي القرنبيط مقرمش وحلو قوي. وهتدوبي كل الخليط ده بميه، النشا والدقيق هندوبهم بميه، وتحطي الميه بالراحه خالص علشان الدقيق بتاعه يبقى ما يبقاش سايل منك قوي، تقدري تتحكمي في الميه بتاعته. على فكره ممكن تحطي مكان الميه لبن، في ناس بتحطي لبن براحتك يعني، بس بحب الميه بتبقى خفيفه بقى شويه عشان بيبقى فيه بيض ودقيق وكده، بتبقى اخف معاكي شويه. تزودي الميه كده بالتدريج بالراحه، وتحطي بقى معلقه شطه ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسمر صغيره، وحبه نعناع كده. تخلطيهم كده بايدك كويس قوي وتنعميهم، وبتحطي النعناع ده معاهم. بيبقى حلو مع القرنبيط بالذات، او تعملي محشي كرنب او القرنبيط بالذات لازم تحطي له حبه نعناع. دلوقتي معانا 5 6 بيضات اهم، وبتحطي نص معلقه خل عليهم، وهنضرب البيض كويس علشان هنضيفه على الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الدقيق بالنشا بالميه اللي احنا عملناهم. هنحط عليها البيض، وهنخلط ده كل ده كده كويس. دي العجينه اللي احنا هنقلي فيها القرنبيط. ودلوقتي خلاص احنا خلطناها كويس قوي اهو. هنحط معانا الخضره، ده الشبت والكزبره والبقدونس اللي احنا قطعناه وغسلناه كويس وقطعناه معانا. هنخلط ده كل ده كده كويس معانا اهو علشان يبقى جاهز. وبنركنه شويه طبعا كده علشان يتقل، على بال ما نشوف القرنبيط اتسلق ولا لا. اهي جاهزه معانا اهي. نبص بقى على القرنبيط كده اهو. بصي بتتكي كده عليه، ايوه كده تتكي كده شويه بتلاقيه ايه، بتعرفي ان هو كده استوى. اهم حاجه الحته بتاعته دي بتعرفي ان استوى. وبنطلعه في مصفى، ونحاول نقطع القطع الصغيره دي كده، ونحط في الخليط. ومعانا طاسه على النار فيها زيت اهي، وبنحط واحده واحده في الزيت. بتحاولي تحطي في الخليط كده كويس، وتحطي في الطاسه بعد ما الزيت يكون مقدوح كويس جدا. وهو في الطاسه بقى اهم نقطه تعمليها، لازم بعد ما تقلبي القرنبيط بصي لازم تتك عليه كويس قوي، تتك عليه كويس قوي علشان ما يبقاش فيه زيوت ولا فيه عجينه من جوه، وتعرفي ان هو مستوي. انك تتك عليه في الزيت كده كويس بالشوكه زي ما انا ما بعمل كده قدامكم. بصي لونه ذهبي ومقرمش وخفيف، علشان احنا حاطين له طبعا معلقه نشا، فهيطلع مقرمش ومحمر كده معاكي. بصي والبيض بتاعه مظبوط والعجينه بتاعته مظبوطه وحلو معاكي ازاي، واللون ذهبي وحلو خالص اهو معاكي. واهم حاجه بتطلعيه طبعا في مصفى علشان الزيت ده كله يتصفى. وبتقدميه طبعا بقى بالشكل الحلو ده اهو. شايفين مستوي ومحمر وذهبي وطعمه تحفه وريحته خطيره خطيره خطيره. وبيتقدم مع طماطم مخلله كده، بتحطيها بمعلقه توم ومعلقه فلفل احمر مطحون وشويه ملح. بتتقدم كده مع القرنبيط، بتبقى يعني دي اكله بتبقى طعمها تحفه مع بعض كده. ايه رايكم بقى في المنظر الحلو ده؟ لو الفيديو عجبكم يا حبايبي اعملوا لايك واشتركوا في القناه.